يشهد ملعب طنجة الكبير تحولات جذرية مع أعمال التوسعة والتحديث الجارية بوتيرة سريعة استعدادا لاستضافة كأس إفريقيا للأمم عام 2025. يعكس هذا المشروع الطموح التزام المغرب بتطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز مكانته كوجهة رياضية رائدة على الصعيدين القاري والدولي. ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تفاصيل هذا المشروع الكبير وأهدافه وتأثيراته المتوقعة على المشهد الرياضي والاقتصادي في المملكة. ندعوكم للاشتراك في قناتنا للحصول على آخر المستجدات حول هذا المشروع الطموح ومتابعة جميع الأخبار والأحداث الرياضية الهامة في المغرب والعالم. تابعونا لتكونوا على اطلاع دائم بكل جديد في عالم الرياضة. تسير أشغال تجديد ملعب طنجة الكبير بشكل متسارع استعدادا لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا التي ستقام بالمغرب السنة القادمة، والتي ستعرف مشاركة كبار المنتخبات الإفريقية. ووفق ما عاينه موقع طنجاوة، فقد اقتربت عملية بناء المدرجات السفلية الجديدة من الانتهاء، حيث من المنتظر أن تنتهي مع نهاية شهر رمضان المعظم، ليتم بعدها الشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق المتعلقة بكبار الشخصيات. ويتم حاليا أيضا إزالة أجزاء السقف القديم، وسيتم تعويضه بغطاء حديدي جديد مجهز بتقنية LED التي تتناسب مع شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتجري الأشغال القائمة حاليا بإشراف مباشر من لجنة تنظيم كأس العالم التي يترأسها فوزي لقجع وولاية طنجة تطوان الحسيمة، بالإضافة إلى شركة سونارجيس باعتبارها الجهة المكلفة بتسيير وتدبير المرافق الرياضية بالمغرب. تسير أشغال توسيع ملعب طنجة الكبير بوتيرة سريعة، وذلك ضمن التحضيرات المكثفة التي يقوم بها المغرب استعدادا لاستضافة كأس إفريقيا للأمم عام 2025. يعتبر هذا المشروع من المشاريع الضخمة التي تعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز مكانتها كوجهة رياضية رائدة على الصعيدين القاري والدولي. تتضمن أعمال التوسعة زيادة سعة الملعب لتصل إلى ما يزيد عن 50,000 متفرج، مما يجعله قادرا على استيعاب أعداد كبيرة من المشجعين وتوفير تجربة مشاهدة مميزة. بالإضافة إلى ذلك يتم تحديث وتحسين المرافق والبنية التحتية المحيطة بالملعب، بما في ذلك أنظمة الإضاءة وتجهيزات الصوت وأماكن الجلوس والمساحات المخصصة للصحافة والإعلام. كما يشمل المشروع تحسين الوصول إلى الملعب من خلال تطوير شبكات النقل والمواصلات العامة وتوفير مواقف سيارات كافية. تهدف هذه التحسينات إلى تلبية المعايير الدولية التي وضعتها الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وضمان جاهزية الملعب لاستضافة المباريات الكبرى والفعاليات الرياضية بكفاءة واحترافية. يعد ملعب طنجة الكبير من أبرز المنشآت الرياضية في المغرب، وهذا المشروع يعكس رؤية المملكة الطموحة لتعزيز مكانتها على الخارطة الرياضية العالمية. تسير أشغال توسيع ملعب طنجة الكبير بوتيرة سريعة، وذلك ضمن التحضيرات المكثفة التي يقوم بها المغرب استعدادا لاستضافة كأس إفريقيا للأمم عام 2025. يعتبر هذا المشروع من المشاريع الضخمة التي تعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز مكانتها كوجهة رياضية رائدة على الصعيدين القاري والدولي. تتضمن أعمال التوسعة زيادة سعة الملعب لتصل إلى ما يزيد عن 50,000 متفرج، مما يجعله قادرا على استيعاب أعداد كبيرة من المشجعين وتوفير تجربة مشاهدة مميزة. بالإضافة إلى ذلك يتم تحديث وتحسين المرافق والبنية التحتية المحيطة بالملعب، بما في ذلك أنظمة الإضاءة وتجهيزات الصوت وأماكن الجلوس والمساحات المخصصة للصحافة والإعلام. كما يشمل المشروع تحسين الوصول إلى الملعب من خلال تطوير شبكات النقل والمواصلات العامة وتوفير مواقف سيارات كافية. تهدف هذه التحسينات إلى تلبية المعايير الدولية
التي وضعتها الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وضمان جاهزية الملعب لاستضافة المباريات الكبرى والفعاليات الرياضية بكفاءة واحترافية. يعد ملعب طنجة الكبير من أبرز المنشآت الرياضية في المغرب، وهذا المشروع يعكس رؤية المملكة الطموحة لتعزيز مكانتها على الخارطة الرياضية العالمية، وتشمل أعمال التوسعة أيضا بناء مرافق تدريب جديدة ومرافق ترفيهية للجماهير، ما يساهم في تحسين التجربة الشاملة للزوار. سيتم إنشاء مناطق ضيافة جديدة تلبي احتياجات كبار الشخصيات والمشجعين، مما يعزز من مستوى الراحة والرفاهية. يعمل على المشروع فريق من المهندسين والخبراء في مجال الإنشاءات الرياضية لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة، كما يتم استخدام تقنيات بناء حديثة ومواد مستدامة تراعي البيئة وتساهم في تقليل الأثر البيئي للمشروع. لا تقتصر فوائد توسعة ملعب طنجة الكبير على الجانب الرياضي فقط، بل تمتد إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال جذب السياح وزيادة الفرص التجارية والاستثمارية في المنطقة. ستساهم الفعاليات الرياضية الكبرى في تنشيط القطاع السياحي والفندقي والخدمات المرتبطة به، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة. يعكس هذا المشروع الطموح التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية الرياضية وفقا لأحدث المعايير العالمية، وتعزيز دوره كمركز رياضي متميز في إفريقيا. إن نجاح هذا المشروع سيكون دليلا على قدرة المغرب على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى بكفاءة واحترافية، مما يفتح الباب أمام المزيد من الفرص لاستضافة بطولات دولية في المستقبل. يشكل توسيع ملعب طنجة الكبير خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية المملكة لتعزيز الرياضة كركيزة أساسية للتنمية المستدامة والاندماج المجتمعي، مع تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين شعوب إفريقيا وبقية العالم. في الختام، يمثل مشروع توسيع ملعب طنجة الكبير خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية الرياضية في المغرب، وتجهيز المملكة لاستضافة كأس إفريقيا للأمم عام 2025 بكفاءة واحترافية. يعكس هذا المشروع الطموح رؤية المغرب لتحقيق التميز الرياضي وجذب الفعاليات العالمية الكبرى، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير المجتمع. إن التزام المغرب بتطوير هذا الملعب وتحديث مرافقه يعزز من مكانته كوجهة رياضية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ندعوكم للاشتراك في قناتنا لمتابعة كل جديد حول هذا المشروع الطموح وأخبار الرياضة في المغرب والعالم. كونوا على اطلاع دائم بأحدث المستجدات والتحليلات من خلال متابعتنا والاشتراك في قناتنا للحصول على محتوى مميز ومفيد.